وصفة النهاردة رز يا جماعة، ورز خطير جدا بيروح في مكان تاني. رز من طعامته مش هتبطلي تعمليه. رز العزومات، رز الافراح، رز الوجبة الاساسية والرئيسية بتبقى موجودة على اي سفرة، وهي الرز. انا عملت رز النهاردة بطريقة مختلفة وسهلة وبسيطة، والله العظيم لما تدوقيه مش هتبطلي تعتمديه، وهيبقى دايما طبق اساسي ورئيسي على سفرتك. رز حبيته مفلفله جميل حلو جدا، يعني بصوا ما فيهوش اي افتكاسات غريبه، وشويه حاجات من مطبخك هتقدري تقومي تعملي او تنفذي طبق الرز الخطير ده. شوفوا شكله، لونه جميل وبطريقه سهله وبسيطه. ويا رب اقدر ابسط لكم المعلومه واوصلها لكم على قد ما ربنا يقدرني. عملت الرز ده ازاي يا رز؟ عملته بمكونات سهلة من قلب المطبخ. ايه الجمال ده بقى، ايه الجمال ده بقى، الجمال عدى الكلام. فندخل بقى على الوصفة بقلب جامد كده، ونحضر المقادير بتاعتنا من كوباية رز وكوباية شعرية وكوباية لسان عصفور، وبس كده. والوصفة وكمان معلقتين من السكر، وبس كده بس كده بس كده. والوصفه كده هتكتملت معانا ومقاديرها اكتملت معايا. اقوم بقى انفذ الوصفه وافرح ولادي بشويه رز مفلفلين جمال جدا. يعني بصوا، فهو الرز اللي غنى عنه. رز العزومات بقى، رز بصي لو رايحه مصيف ومحتاجه نوع رز سريع معاكي، مع فرخه مشويه، مع كفته، مع اي حاجه. بس نصلي على رسول بقى وندخل نشوف المقادير بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. كوبايه من الشعريه، كوبايه من الرز، كوبايه من لسان العصفور، ومعلقتين 2 سكر. سكر يا رز في الرز، سكر يا رز في الرز. ما تخافيش، هيطلع طعمه شهي ولذيذ ومش هيبقى مسكر ابدا. ده هيديله لون جميل جدا. ادخل بقى على الوصفه ونجيب الطاسه بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا او الحله بتاعتنا اللي هنبتدي نحمر فيها الحاجات بتاعتنا. كل حاجه وبيبقى لها تكه في التحميره شويه، او بتغيب معايا شويه عشان تتشوح وتاخد اللون اللي انا حباه. بدات الاول بلسان العصفور. لسان العصفور بيغيب شويه عن الشعريه، فبدات بلسان العصفور. هروح حاطه الماده الدهنيه بتاعتي. لو عندك مكعب زبده وحابه تحطيه مع شويه زيت او سمنه او زيت، بس شوفي انت حابه وانت عايزه جربي بس الوصفه دي وهتدعيلي، وهترجعي في الكومنتات وتقولي لي مش بطله ان انا اعتمدها، والاولاد طلبوها مني وفي البيت طلبوها مني. طبعا انا مش عامله كوبايه، انا مضاعفه بس الكميه. بس هنشوح بقى في لسان العصفور ده ياخد بس اللون كده، ويدوبك يعني يوصل لنص اللون بتاعه كده. وهروح حاطه فوق الشعريه، مقدار الشعريه بتاعي، وهروح نازله على لسان العصفور. خلاص يعني هو داخل في الاصفرار كده، وانا نزلت عليه بالشعريه. حابه تقرصي عليه في التحمير شويه، اقرصي، ما تخافيش، عشان ياخد اللون اللي هو البني الجميل، اللون المغري. طيب اشوح بقى في الشعريه ولسان العصفور واقلب فيهم دايما باستمرار، وما تغفليش عنهم، وتكوني غاسله الرز غسله كويسه. وتعالي بقى خلصت الشعريه واديته اللون الذهبي الجميل ده، اكتر من الذهبي بشويه، وحابه تديله اللون الاكتر من كده كمان اديله، ما تخافيش. هروح نازله بقى بالرز بتاعي وكده خلاص. شوح الرز بقى مع الشعريه. مش مهم الرز ياخد عندي لون، انا مش عايزه الرز ياخد عندي لون، انا بس اهم حاجه الشعريه ولسان العصفور. معلش وان الفيديو اطال عليكم شويه، بس حابه اوصل لكم المعلومه، وحابه تقوموا تنفذوا الرز ده. جميل جدا وطعمه حلو جدا. بس خلاص الصينيه دي بقى هركنها على جنب، وهبتدي اجيب الحله بقى اللي هحط فيها المكونات كلها، وهطبخ فيها الطبخه بتاعه الرز الاساسيه. معلقتين سكر وعلى النار يتكرملوا، اوعي يتحرقوا منك
واوعوا يكونوا لونهم اصفر، انا عايزاه اللون اللي انا وصلت له ده، اللون البني الوسط الجميل القمر ده. بس لو اتحرقوا منك الرز هيمرر، ما يتحرقوش. هنزل بقى بايه؟ بمعلقه حلوه كده من الصلصه، وهروح عطيلها تشويحه، وهنزل بقى ايه؟ شوربه. ولو ما فيش عندك شوربه او مش موجود شوربه، حطي مرقايه هتغنيكي عن الشوربه. قلبت الصلصه مع السكر، مع معلقتين السكر، وهروح نازله بقى بالميه المغليه، وانزلي بمرقايه كمان. ظبطي ملحك بقى، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بابريكا، ويا ريت تكون البابريكا بابريكا مدخنه. وممكن تحطي بقى ايه؟ نص معلقه من الكاري او نص معلقه من الكركم، ممكن تستغني عن حاجه فيهم يعني. بس يبقى انا كده ظبطت الملح بتاعي، وظبطت الميه بتاعت الرز اللي هيتشربها، وظبطت كل حاجه. الميه دي هتروح تغلي مني، هروح نازله بقى بالرز بتاعي اللي انا عملته القمر دهوت، واسيبه بقى لحد لما ينشف، واوطي عليه النار من 5 ل10 دقايق كده، وهيبقى عندي احلى حبه رز والله العظيم الكاميرا ظلماهم. كانت الشعريه لوحدها ولسان العصفور لوحده. بصوا انا مش هقول لكم، مش هوصف لكم اكتر من كده. انا حابه تدخلوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في كومنت حلو، وزي قلوبكم الجميله كده. طبعا انا كان عندي فراخ شوياها جنب الرز، والمكسرات بقى عندك زبيب وزداني وزبيب وزداني وعين جمل، فستق، لوز، اي حاجه حمصيها بمعلقه سمنه بلدي على النار، حمصيهم بس اديلهم تحميصه بس كده، وروح حاطه بقى المكسرات دي على ايه؟ وش الرز. شوفي بقى، زبيب احمر، زبيب اصفر، اي لون زبيب عندك، واي نوع زبيب، اي نوع مكسرات. لو ما فيش خالص وغلب الامر خالص، شويه سوداني وشويه زبيب. وشوفي الطبق ده هيروح فين بقى. طبق جميل جدا وشكله شيك جدا، ولو اتحط على سفرتك في وسط عزومه هيدي منظر جميل جدا، وهيبقى حلو وطعمه خطير. وفي النهايه بقول لكم استودعكم الله، وما تنسونيش بقى بكلمه حلوه او دعوه حلوه من قلوبكم، وتقولوا لي رايكم لما تجربوا الرز ده كان عامل ازاي. الله 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 على الكلام. بس في ختام الفيديو بقول لكم سلام.